اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة يا جماعة موضوعنا مهم جدا جدا وبيشغل بيوت ناس كتير قوي. القضية مهمة وكتير جدا جدا بيفكر في نفسه بس، وهي الحقيقة ما بتخصهوش هو لوحده، بتخص أسرة كاملة. وهو يا جماعة موضوع الانفصال أو طلاق الزوج والزوجة من بعض. الموضوع ده ليه أبعاد كتير جدا، وكل واحد لما بيفكر في الطلاق ما بيفكرش غير في نفسه بس. نادرا قوي لما بنلاقي حد بيفكر في الأولاد مع كل المشاكل اللي بيمر بيها. ناس كتير جدا بتستحمل، ما أقولكيش لأ، بتستحمل كتير جدا عشان الأولاد، ورجالة كمان بتبقى مش عايزة تعيش مع الست ديت وبتستحمل برضو عشان الأولاد. وفي بيوت تانية كتير جدا بيبقوا خلاص جابوا آخرهم، وفي الحقيقة مش قادرين يستحملوا خلاص، وبيلاقوا الحل الوحيد في الطلاق. الطلاق عمره ما كان عيب ولا حرام، بس أهم حاجة نفكر يا جماعة بعد الطلاق احنا هنكون عاملين ازاي. نفكر بعد الطلاق هنمشي امورنا ازاي. مش انت طالق كده وخلاص، او الست تقول له طلقني وخلاص وهي ما بتفكرش في اي حاجة تانية في الموضوع دوت. لان الحقيقة الموضوع دوت مش بس يخصك او يخص جوزك، لأ، كمان يخص اولادك جدا جدا، ودول اهم منك ومنه في الحقيقة. لان كتير جدا بعد الطلاق بتلاقي الاولاد الصغيرين في محكمة الاسرة، بتلاقي الاطفال الصغيرين عندي تيتا، بتلاقيهم عندي عمته، عندي خالته، على حسب بقى مين موجود من افراد العيلة بياخد الاولاد. لو الام بتشتغل او الام هتتجوز او الاب هيتجوز. وبلاقي قصة تانية بتشغلنا بقى كلنا، اللي هو لما الاب ينفصل عن مراته وبيكون اناني جدا وبيبقى عايز ياخد الاولاد، او العكس، الام بتنفصل بتبقى انانية جدا وبتبقى عايزة تاخد الاولاد. الحقيقة الناس ديت والله العظيم يا جماعة انا مش عارفة هي بتفكر ازاي. كل اب وام مسؤوليتهم اولادهم، هما طالما اتجوزوا يبقى الاب والام ما بقوش ملك نفسهم، بقوا ملك للاولاد، وبيعمل وبيشتغل وبيسعى وبيعمل كل حاجة علشان خاطر ولاده. بلاقي بقى لما الطلاق بيتم كل واحد بيفكر في نفسه. الاب يبقى عايز الاولاد عنده وما يخليش الام تشوفهم، الام بتبقى عايزة الاولاد عندها وما تخليش الاب يشوفهم. وبلاقي ابهات كتير جدا بتطلق الام وبتطلق الابناء معاها، مش عايزه تصرف، مش عارفه بصراحه الدبانه دي ايه نظامها معايا، مش عايزه تصرف. الاب بلاقيه مش عايز يصرف على اولاده، بلاقيه مش عايز يدفع لهم مصاريف المدرسه. بلاقي الاب كتير جدا غبي على اولاده بعد الطلاق وكانه طلق اولاده مع مراته، وفي حين ان الاطفال تكون بتحبه جدا. وبلاقي اني ساعات كتير جدا الام هي اللي بتعمل كده، والاب هو اللي بيبقى شاغل باله بالاولاد وبيبقى عايزهم وبيبقى عايز يشوفهم، والام هي اللي منعاه عنهم. القصة يا جماعة فيها بصوا حاجات كتير جدا جدا جدا. في الاخر القصة ديت بتبقى على حسب قلب كل واحد. والله ازاي قلب كل واحد ايه؟ ايوه، لما تنفصلوا بهدوء وبأدب وباحترام ويفضل ما بينكم المودة والحب والرحمة، صدقوني مهما طول الانفصال ومهما ما رجعتوش لبعض، بس بينكم مودة وحب ورحمة، الاولاد دي هتطلع سوية جدا جدا. تعالوا انفصلتوا وعندكم مشاكل الدنيا كلها، مش هتلاقي غير الاولاد هي
اللي معكوكة في القصة ديت، وهتلاقي الأولاد هي اللي دايما نفسيتها متدمرة ودايما نفسيتها في النازل، علشان بابا وماما دايما بيتخانقوا، وبيبقى مش عارف بقى يقسم نفسه نصين، نص عندي بابا يوم ونص عندي ماما يوم، لا ده الأسبوع ده بتاع بابا، لا ده اليوم ده بتاع ماما. وبتلاقي الحقيقة كل واحد من وجهة نظره بيقسي الطرف التاني عليه. يعني مثلا تقول له ايه ما تروحش لبابا، لما تروح لبابا ما تتعاملش معاه حلو، لما يجيب لك حاجة قول له لا مش عايز، وهو يقول له لو ماما قالت لك كذا قول لها لا بابا حلو. وبتلاقي الأطفال بتسمع من هنا شوية ومن هنا شوية، وفي الحقيقة بتبقى مقسومة نصين، مش عارفة تعيش مع بابا ولا تعيش مع ماما، مش عارفة هتحب بابا وتيجي في صف بابا ولا تيجي في صف ماما. فالحقيقة الأولاد بتبقى مظلومين جدا. فكل اللي بطلبه من كل أب وكل أم، خليك رحيم على ابنك مهما كنت انت يا أم من علم ومن تفكير ومن ثقافة ومن أي حاجة، ومن قد ان انت تشيل المسؤولية وتقولي أنا هتطلق وما يهمنيش. بس الأب ليه عامل مهم جدا جدا، مهما تكونوا انفصلتوا ومهما تكونوا اتطلقتوا، الأب ليه عامل مهم جدا مع أطفاله. الأب السند، الأب الدعم، الأب الحنان، الأب الحضن، الأب كل حاجة. ابنك أو بنتك ما يعرفش يتخطى الأب. انتي اتطلقتي واخترتي اللي انتي تسيبيه، ما تجبريش أولادك ان هم يسيبوه. مش عشان انتي انفصلتي وفكرتي في نفسك أو أيا كان اللي انتي فكرتي فيه تجبري ولادك ان هم كمان يتطلقوا من ابوهم. مش عشان انتي خلاص العيشة بقت معاه مستحيلة يبقى ولادك بالنسبة لك هم كمان عيشتهم مع ابوهم تبقى مستحيلة ابدا. لازم يا جماعة نفكر في نفسية اولادنا، لازم نفكر في اللي هيعود عليهم بعد كده بعد الطلاق، هل القرار ده في مصلحتهم ولا لا. مش معنى كده ان انا ابقى عايشة في بيت متهانة ومتعذبة ومتضررة وارجع اقول استحمل عشان الاولاد، لا انا ما بقولش كده ابدا. انا بقول ساعات العيشة بتبقى استحالت. طيب العيشة استحالت نتطلق، بس ما نظلمش ولادنا. ما تجيش على نفسك وتعيشي مع زوج انت مش عايزة تعيشي معاه، بس ده اب مهما كان خلافك معاه عمر ابدا ما الخلاف دوت هيوصل لولادك. مهما كان خلافك مع مراتك ما تعاقبهاش في ولادها، ما تقولهاش انا هاخد الاولاد ومش هتشوفيهم تاني عشان تتأدبي عشان انت طلبتش الطلاق. لا، العيشة مش بالعافية. كل واحد بينفصل عن مراته يا ريت ما ينفصلش عن اولاده، يا ريت يفكر 1000 مرة ابني حاسس بايه دلوقتي وانا مش معاه. يا ريت كل ام بتروح تتجوز وترمي اطفالها لامها او لاختها او لعمتها او حتى لجوزها، فكري في ولادك، اتجوزي وعيشي حياتك وكل حاجة لو انت عايزة، بس ما تهمليش اولادك. لو اتجوزتي راجل قالك ولادك لأ، ده صدقيني مفهوش خير ليكي ابدا. اللي بياخد واحدة كده وهي بتستغنى عن ولادها عشانه، ولا هي فيها خير ولا هو في خير، ولا عمر ابدا هيتفقوا مع بعض، واكيد في يوم من الايام هينفصلوا.